الرحيم. أعزائي المشاهدين عبر قناة النادي العربي في منصة اليوتيوب، نلتقي بكم في أولى مواجهات النادي العربي في التحدي الآسيوي، دوري التحدي الآسيوي لهذا الموسم ضد نادي الصفاء اللبناني. مواجهة تعد بالكثير بين الفريقين. الحكم الإيراني مرتضى منصريان اللي يعلن انطلاق المباراة في هذه اللحظات. وصيف في الدوري اللبناني الموسم الماضي، هذا المركز اللي منح تأهل إلى دوري التحدي الآسيوي. كرة أولى على مرمى سليمان عبد الغفور. الصفاء تعود في منتصف الملعب، حذاري من الهجمات المرتدة. الكرة تصل إلى مهنا بيحاول فيها، الكرة تصل حلوة من سليمان عبد الغفور، وتصدي مميز من سليمان عبد الغفور. شوف الانفراد من حسن مهنا، تسديده سليمان عبد الغفور كان بالمرصاد لهذه المحاولة الأخيرة لصالح نادي الصفاء. في تنفيذ الركلة الحرة المباشرة بيلعبها طويلة تصل إلى مرمى سليمان عبد الغفور. خطيرة الكرة الأخيرة، مرت سلامات على مرمى سليمان عبد الغفور. حذرنا من الكرات الثابتة اللي بالتأكيد ستكون أحد الأسلحة اللي سيعتمد عليها المدرب حسين طحان في الوصول إلى مرمى سليمان عبد الغفور. الكرة من عباس عاصي حاول فيها وارتطمت الصفاء. الكرة تصل إلى يوسف ماجد بيحاول فيها، يدخل إلى منطقة الجزاء والعرضية وصعبة على دفاعات الصفاء. الكرة لم تصل إلى زيد قنبر وإبعاد من قاسم حايك. الكرة لصالح نادي الصفاء، كرات منتظرة والعرضية تصل إلى سليمان وخطيرة. كمارا يسجل أولى أهداف الصفاء في هذه المباراة. كرة عرضية تصل إلى كمارا اللي يسجل الهدف الأول في هذا الشوط. الاستحواذ كان لصالح العربي. شوف العرضية بتلعب الكرة الطويلة إلى كمارا، والراسية في مرمى سليمان عبد الغفور في ظل غياب المراقبة على التدياني. كمارا المهاجم السنغالي اللي يسجل أولى أهداف نادي الصفاء في هذه المباراة. شوف العرضية والراسية من كمارا، والكرة في شباك سليمان عبد الغفور. عن التقدم للأمام وكارتر في تنفيذ الركلة الحرة المباشرة. سليمان عبد الغفور الخروج بهدف مقابل لا شيء أفضل من الخروج بهدفين. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي الصفاء، يلعبها كارتر بيحاول فيها سليمان عبد الغفور. الهدف الثاني لصالح نادي الصفاء عن طريق حسن مهنا ينجح في استغلال خطأ الحارس سليمان عبد الغفور ويسجل الهدف الثاني لصالح نادي الصفاء. ركلة حرة مباشرة، عرضية، خروج خاطئ من سليمان عبد الغفور. محاولات عرباوية خجولة على مرمى علي حلال في الشوط الأول. نادي الصفاء نجح في الوصول إلى مرمى سليمان عبد الغفور. وفي هذه اللحظات صافرة الحكم الإيراني مرتضى منصوريان تنهي أحداث الشوط الأول من هذه المباراة بتقدم نادي الصفاء بهدفين. إيوالا بيلعب الركلة الركنية بانتظار راسية، والكرة بتلعب، محاولة تصل إلى جمعة بيحاول فيها ولمسة يد. ركلة جزاء لصالح نادي العربي، وبطاقة حمراء على مدافع نادي الصفاء. الكرة كانت في الجول لولا لمسة اليد. هذه الكرة الأخيرة الراسية، والكرة حلوة من جمعة عبود، وتسديدة ورمية ولمسة يد وركلة جزاء. هذه الكرة الأخيرة حلال ولا إيوالا؟ وإيوالا في تنفيذ ركلة الجزاء، وإيوالا حلال عليك المدح يا إيوالا، تستاهل المديح يا إيوالا، وحلوة من إيوالا. هدف أول لصالح النادي العربي من نقطة الجزاء عن طريق النيجيري إيوالا. يوسف ماجد اللي قدم مباراة مميزة، والكرة الراسية، مرتضى منصوريان يعلن عن هدف ثاني لصالح النادي العربي. هدف
ثاني لصالح العربي في هذه المباراة، واحتجاج من لاعبي نادي صفا. زيد قنبر ينجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح النادي العربي. هذه الركلة الركنية بتلعب، زيد قنبر يلعبها، الكرة ترتطم وقاسم حايك، وهدف في مرمى نادي صفا، هدف ثاني والعربي ينجح في تعديل النتيجة. سلمان العوضي وجه الخير على العرباوية، دخل سلمان ودخلت الكرة الشباك. هدف ثاني لصالح العربي من زيد قنبر، لعبها ارتطمت بالعارضة ومن ثم بقاسم حايك، والكرة تتجاوز الخط في اللحظة الأخيرة. هجمة مرتدة لصالح كمارا بيحاول فيها، كمارا ومرموق، كمارا وحلوة من نبيل مرموق المدافع المغربي. لكن هناك قرار من الحكم الإيراني مرتضى منصوريان، بطاقة حمراء لنبيل مرموق. نبيل مرموق اللي تدخل على كمارا في الكرة الأخيرة خارج منطقة الجزاء، تدخل مرموق أبعد الكرة، لكن مرتضى منصوريان لديه قرار. بينما طرد نادي الصفا كان منذ بداية أحداث الشوط الثاني. ركلة حرة مباشرة، اختبار جدي لسليمان عبد الغفور، ومحمد الحايك يلعبها مباشرة وسهلة في يد سليمان عبد الغفور، والكرة تمر سهلة إلى يد سليمان عبد الغفور. كرة لصالح النادي العربي، محاولة أخيرة والعرضية تصل إلى عمار، وعبد الله عمار يضيع كرة النقاط الثلاث. الكرة تعود إلى محمد الحايك، وفي هذه اللحظات يعلن حكم المباراة الصافرة ونهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين، هدفين لهدفين. الصفا تقدم عن طريق كمارا ومهنا، والعربي تعادل عن طريق إيوالا وزيد قنبر.